يمكن النهارده احتفال جميل وسهره رمضانيه في منتهى الجمال. طبعا معانا كابتننا نجم النادي الزمالك ومنتخب مصر من احسن لاعبي نص ملعب وعلى الدايره. بقول لحضراتكم النهارده يمكن كباك يمين والله الكابتن تامر عبد الحميد النهارده يمكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. طبعا الكابتن تامر حميد بيشرفنا النهارده. بتقول ايه النهارده للكابتن محمد عبد العزيز دغش اكاديميه كابتن اسباير النهارده تقول له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني زي ما بقول دايما إن الواحد مننا يعني من أسعد لحظات حياته لما بيشوف ابنه ليه بينجح. ودغش بالنسبة لي يعني أخ صغير إنما ابن في الكورة، يعني من وهو لعيب في منتخب الناشئين اللي شرفت طبعا منتخب مصر الناشئين اللي شرفت بيه تدريبه، بتربطني بيه حتى الآن يعني علاقة أبوة وأخوة في الكورة. وما شاء الله عليه يعني أي شيء بيعمله بدرجة عالية جدا من الإتقان. موهوب في الحتة دي. علاقاته كمان مع الناس اكتر من ممتازه. بيحب شغله جدا، بيحب لعيبته، بيحب مدربينه، دايما بيفكر بره الصندوق، دايما بيطلع بافكار جديده. ودوت السر الحقيقه في التميز بتاعه. وبتنبأ له مشيئه الله تعالى ان هو في يوم من الايام هيبقى حاجه كبيره جدا في كره القدم المصريه وممكن كمان العربيه. كل الدعم والتوفيق ليه وكل الشباب الصغير المحترم قوي اللي موجودين معاه في الاكاديميه. اكاديميه اسباير من الاكاديميات اللي في خلال فتره قليله انما نجحت ان هي تعمل صدى كويس عند الناس. سمعتها ممتازة جدا عند الناس، مصداقيتها، الشغل اللي بيتم فيها والأكاديمية اللي بيتم فيها. فإن شاء الله بإذن الله مزيد من التألق والتوفيق. كابتن تامر عبد الحميد بخبرتك طبعا النهارده كلاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، تقول النهارده لاولادك النهارده يمكن لعيبه اسباير لسه بقول لحضرتك النهارده يعني في الاكاديميه لسه سنه اولى طبعا اكاديميه وشغل، تقول لهم النهارده؟ بقول لابنائي في اكاديميه اسباير استغلوا الفتره اللي انتم موجودين فيها في المكان المحترم ده واستفيدوا من كل حاجه بتقدم، استفيدوا من كل حاجه بتتعمل معاك، لان اللي بيتعمل معاك بيتعمل باخلاص وبيتعمل بحب وبيتعمل باسلوب منهجي وعلمي مظبوط ومحترم. انت في مكان محترم بيقدم شغل محترم، فاستغل الفتره ديت علشان لو ما نجحتش ان انت تبقى لعيب كوره على مستوى عالي فهتنجح بالتاكيد ان انت تبقى راجل، هتنجح بالتاكيد ان يبني جسمك بشكل كويس، هتنجح بالتاكيد ان انت هتنمي قدراتك التواصل مع زمايلك مع مدربينك مع كل الكرو اللي شغال حواليك. فالنجاح هنا نجاح متعدد من جوانب متعدده. ابنائي دول هي رساله ليهم والاولياء امورهم الاثنين مع بعض، يعني لان زي ما بقول دايما استغل الفتره اللي انت موجود فيها دي، لان ان شاء الله باذن الله صعب ان انت ممكن تلاقي هذا الكلام او هذا المردود في اي مكان اخر. كابتن تامر حميد شرفتنا النهارده، كل سنه وانت طيب يا كابتن. اشكرك كابتن، وانت اللي نورتنا وشرفتنا بتعليقك وبصوتك الجميل، وبشكرك وبشكر كل طاقم العمل وشمس كمان بشكرك جدا وشادي وكل الناس اللي موجودين على التعب اللي تعبوه النهارده.